مش كل الناس اللي بنقابلهم في حياتنا بيكونوا مصدر راحة أو دعم. في أوقات بنواجه أشخاص تصرفاتهم بتوجع أو بتأثر علينا نفسيا، سواء في الشغل أو في العيلة أو حتى وسط أصحابنا. عشان كده مهم نعرف تعمل إيه عشان تعرف تتعامل مع الشخص المؤذي. عشان تقدر تتعامل مع الشخص المؤذي بشكل صح، لازم في الأول تحدد سلوكه المؤذي. في فرق بين شخص بيظهر سلوكيات سلبية بشكل عابر وشخص تاني بيكررها بشكل متعمد. يعني مثلا لو في شخص في حياتك بيحاول يهمشك باستمرار أو يقلل من إنجازاتك، ده بيكون بالفعل شخص مؤذي، والنوع ده بيكون مستمتع بإحراجك أو تقليل قيمتك قدام الناس، هدفه انه يخليك تشك في نفسك او تحس بعدم الامان. لكن لو شخص انت واجهته ان الطريقه دي بتضايقك واعترف فعلا بغلطه وحاول ان هو يتحسن، هنا ده شخص ممكن يكون مش قاصد اذيه، ممكن يكون مش بيعرف يتعامل صح، مش اكتر من كده. اول حاجه لازم تعملها، حدد حدود واضحه. اهم خطوه في التعامل مع شخص مؤذي هي تحديد حدودك الشخصيه. لازم تكون صريح في التعبير عن شعورك لو حاجه معينه بتضايقك. لازم تقول له ان التصرفات دي غير مقبوله بالنسبه لك وانك مش هتسمح له يتعدى حدودك. انا عارفه ان في ناس بتتكسف جدا انها تحرج الناس وبيبقوا مكسوفين انهم يقولوا ان الحاجه دي ضايقتهم، لانهم عارفين ان ممكن اللي قدامهم يقول لهم قدام الناس ايه يا عم هو انت قفوش ليه كده، ويضحك ويخلي الناس تضحك عليه. صدقني انا فاهمه خوفك انك تبان ضعيف او حساس زياده قدام الناس، بس انت لو ما حددتش حدودك الشخصيه هتخلي الشخص المؤذي يتمادى في سلوكياته من غير ما يحس ان في حاجه غلط. في مواقف زي دي اهم حاجه انك تبقى واثق في نفسك وتعرف انك مش مطالب انك تبرر مشاعرك لاي حد. يعني مثلا لو في شخص في وسط مجموعه بدا يقول نكته او تعليق مش لائق على شغلك او مظهرك، وانت حسيت ان الكلام ده مش مناسب ليك او مش لطيف، مهم انك تتدخل بهدوء وتقول معلش الكلام ده ما ينفعش يتقال لي. لو الشخص ده حاول يسخر منك او يضحك الناس عليك، خليك واثق في كلامك وده مش عيب خالص، ده حقك. ممكن تقوله انا مش هسمح ان ده يحصل تاني قدامي، وبكل حزم وقوة. لو الشخص ده محترم هيحترم كلامك، ولو هو مش محترم فده يكشف عن نواياه اكتر، والافضل انك تبعد عنه تماما. والحقيقة اللي محدش قالها لنا زمان، انت خليك عارف كويس قوي انك لما تحط حدود لنفسك مش بس بتحمي نفسك، كمان الناس هتحترمك اكتر، لانهم هيشوفوا انك شخص مش ضعيف او سهل التلاعب بيه. بالعكس ده بيظهر انك صاحب شخصية قوية وواثق في نفسك، وفي نفس الوقت بتحترم نفسك وحقوقك. الناس بيميلوا يحترموا اللي عندهم قدرة على تحديد مساحتهم الشخصية، وانت لما تكون واضح مع الناس وتظهر لهم انك مش هتسمح بتجاوز حدودك، ده بيعكس قوتك الداخلية وبيخليهم يعاملوك بالمثل. الحاجة التانية، خليك هادي ومتزن. الشخص المؤذي دايما بيحاول يجرك لمشاعر سلبية زي الغضب أو التوتر، سواء كان بشكل مباشر أو عن طريق التلاعب بمشاعرك. هو عايز يشوفك في موقف صعب أو يحاول يجذبك لمشاعر سلبية عشان يحس بالسيطرة أو يحقق مصلحة معينة. المهم هنا إنك ما تسمحلوش إن هو يحقق ده. زي لو في شخص في العيلة بيحاول يجرك عشان يتكلم في مواضيع أنت مش حاببها، وبيبدأ يقارنك بالناس أو يفتح مواضيع حساسة، ببساطة قول له لو سمحت أنا مش حابب أدخل في المواضيع دي دلوقتي، خلينا نتكلم عن حاجة تانية أفضل. الجملة دي بتوضح انك مش هتسمح له بتوجيهك لمواضيع بتضايقك، وفي نفس الوقت بشكل محترم وواضح. كده بتوجه الموقف لصالحك وبتبقى انت مسيطر على مشاعرك. فالمهم انك تفضل هادي، ده بيخليك شخص قوي قادر انك تحمي نفسك من التأثيرات السلبية، وبتظهر انك مش سهل ان اي حد يأثر عليك. رابع حاجة، ما تشاركش مشاعرك الشخصية بشكل مبالغ فيه. واحدة من الطرق اللي بيستخدمها الاشخاص المؤذيين عشان يأثروا عليك هي انهم يتلاعبوا بمشاعرك الشخصية. عشان كده لازم تكون حذر في انك تظهر مشاعرك الشخصية مع الاشخاص اللي ممكن يستغلوا ده ضدك. زي لو كنت في علاقة عاطفية او صداقة مع شخص بيستغل مشاعرك لاغراضه الخاصة، حاول انك تخلي معلوماتك الشخصية مقتصرة على المواضيع العامة او الحاجات اللي مش هتضرك لو استخدمها ضدك. خامس حاجة، تتجنب الدخول في مشاجرات او جدال مع الشخص المؤذي. في بعض الاحيان افضل حاجة تعملها هي انك تتجنب المشاجرات والنقاشات اللي مش هتجيب نتيجة. الشخص المؤذي ممكن يدخل معاك في جدالات لا نهاية ليها بهدف انها تزعجك بس او تعكر صفو يومك. فلما تلاحظ ان النقاش بدأ يخرج عن نطاق السيطرة او انه بيحول الموضوع لصالحه، حاول تنسحب من الموقف بهدوء. وزي ما الحكماء بيقولوا، ما تخليهوش يجرك للمستنقع اللي هو عايش فيه، لانه اكيد هناك هيكسب، لان دي منطقته، فاحذر انك تقع فيها. زي لو كنت في اجتماع شغل مع شخص مؤذي وابتدى يتهجم عليك بالكلام، ما تدخلش في جدال طويل معاه. ممكن تقول له اعتقد اننا مش هنوصل لحل لو فضلنا في النقاش ده، فخلينا نركز على اننا نلاقي حل للمشكلة احسن. ده بيخلي المناقشة بتبقى أكثر احترافية وبتحافظ على هدوءك من غير ما تدخل في صراع. وبعد كده حاول تركز على موضوع تاني بشكل هادي أو تخرج من الموقف تماما، لأن أهم حاجة في النهاية هي إنك تحمي نفسك وتتجنب إنك تقع ضحية في لعبة مش هتستفيد منها أي شيء. سادس حاجة، اعرف امتى إنك تبعد. مفيش شك إن بعض الأشخاص المؤذيين مش هيتغيروا بسهولة. لو حاولت إنك تتعامل مع الشخص ده بطرق مختلفة ولقيت مفيش أي تغيير، فالأفضل إنك تبدأ تبعد عنهم تدريجي. خلي المسافة بينك وبينهم أكبر، خصوصا لو بدأوا يأثروا عليك بشكل سلبي. ابعد عن محيطهم وقلل تماما التواصل معاهم.
في النهايه انك تتعامل مع الشخص المؤذي بشكل صح مش مجرد خيار، ده ضروره لحمايه صحتك النفسيه وحياتك. مهم انك تكون قادر تحدد سلوكياته وتعرف ازاي تحط حدود بشكل حاسم وتفضل هادي مهما حصل. لكن لو شفت ان مفيش اي تغيير وانك في علاقه مش صحيه، لازم تكون شجاع وتاخد القرار الصعب انك تبعد، لان في الاخر راحتك النفسيه وكرامتك اهم من اي شيء تاني. انت مش مجبر تتحمل علاقه سامه او تتعرض للاذى.